السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات شاركوا مع حبيت ان انا اشاركه معاكم. هعمل تغيير كده بسيط في المطبخ بتاعي، هغير كده من شكل المطبخ. بصوا مبدئيا انا هعمل ايه. هعمل اول حاجة كده هعملها، هلغي الحوض ده، هشيله وهجيب مكانه حوض حلة. هشيل الحوض ده خالص، هلغيه وهنحط مكانه حوض حله. ملكوش دعوه بس بشويه المواعين الموجودين دول لسه هيتغسلوا يعني وكده. وهعمل ايه تاني؟ بصوا هاخد كده الرخامه، بدايتها هتبقى من هنا، من اول دخلة باب المطبخ. الحته دي كلها كده بيبقى عليها الغساله النص اللي انا بغسل عليها. الغساله ما شاء الله كبيره وحجمها كبير، يعني واخده جزء كبير من الحيطه. بس انا هاخد الرخامه كده من بدايه الحيطه كده، كله كده 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 كده. وطبعا هنا تبقى الحله، وهنا كمان بتاع ده الرخامه دي اللي هي حط عليها الفرن. فهناخدها كلها كده بنفس طول الحيطة، يعني هاخد الحيطة كلها من أولها لإيه، لآخرها لحد الجزء ده. تمام كده. المساحة ما شاء الله كبيرة مش صغيرة، بس بصراحة عندي كانت شكلها مش حلو وشكلها يعني مش متنظمة كده ولا مترتبة. عشان خاطر ان هنا مثلا في الحوض ده، هنا كده الرخامة ديت عالية شوية، لأن تحتها رخامة تاني كانت الرخامة صغيرة وكانت رفيعة خالص. كانت كمان العرض بتاعها كان أقل من الحوض. يعني الرخامة اللي تحت ديت كانت العرض بتاعها أقل من الحوض. فإحنا لما جبنا الرخامة دي العرض ده عملنا إيه؟ ورحنا لزجناها فوق اللي تحتيها، مرضناش يعني نكسر ونعمل. فكنا حابين ان احنا نلم الموضوع يعني وكده، فروحنا لزجناها كده على طول يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فبرضو ديت هتتشال وهتتعمل لرف تحت لغسالة للغسالة ديت الصغيرة اللي هي بتاعت الأطباق يعني وكده. تمام كده. يعني احنا هناخد الرخامة من أول الحيطة لآخرها. دي أول حاجة كده احنا هنعملها. هنيجي هنا كده طبعا الغسالة طبعا مرتفعة عالية، يعني عالية، فهتكون الرخامة اللي هتكون فوق الغسالة هتكون مستوى تاني. هتاخد من هنا، يعني هتبقى ايه، بدايتها هنا كده، تبقى دي كده الجزء ده كده لحد هنا كده مستوى ايه، مستوى تاني من الرخامة، عشان الغسالة اعرف اطلعها وادخلها براحتي. اما هنا كده هتبقى مستوى اللي هو المستوى دوت، عشان المستوى بتاع ده الحوض ما ينفعش الهدف اغسل عليه يكون عالي، مش هيبقى مريح في ان انا ايه اجي اغسل براحتي يعني وكده. فانا بالنسبه لي ده المستوى ده حلو، وانا واقفه بغسل، وانا واقفه باجي في فترات طويله طبعا بغسل مواعين وكده. فالمستوى ده بصراحه حلو. لو وطى عن كده مش هيكون حلو، ولو عالي عن كده مش برضو مش هيكون حلو معايا، مش هيبقى مريح. فهو المستوى ده يعتبر احلى مستوى للحوض. فبالنسبه لي كده هتبقى المستوى دوت هيبقى كله كده لحد اخر الحيطه، هيبقى مستوى واحد. اما الجزء اللي هو فيه الغسالة هو اللي هيبقى مستوى تاني، يعني هيبقى مستوى تاني بس مش هيبقى ارتفاع، يعني مش هيبقى ارتفاع عالي يعني ولا حاجة. بص هيبقى هنا هيبقى هنا كده بداية الرخامة، تبقى هنا كده عشان الغسالة تدخل وتطلع براحتها. بس كده هوريكم كده الرخام احنا جبناه خلاص الحمد لله يعني. بس ان شاء الله كده هنشتغل بكرة. يعني النهاردة ايه، النهاردة الخميس. هنشتغل كده من يوم الجمعة ان شاء الله كده الصبح او بعد الجمعة، مش عارفة لسه والله. الشغل هيكون الصبح ولا هيكون بعد الصلاة يعني وكده. بس فتعالوا معايا انا اوريكم شكل كده ايه الرخام اللي احنا اخترناه. كمان الغسالة دي مش هيكون مكانها هنا، هيكون مكانها هنا. هنعمل لها كده رف صغير، هيبقى وشها كده ايه، وشها كده من الناحية دي، عشان هنا مش هينفع يكون وشها لبره، عشان البوتاجاز بتاعي كده على طول، فاهميني؟ فيكون وشها كده زي حكاية الغسالة الاوتوماتيك دي كده. ودي هي اللي هتكون في الجزء ده، هي اللي هتكون في الجزء ده. هيبقى معمول لها كده، هيتحط كده اتنين جايم كده للغسالة الاوتوماتيك، وهتبقى هي في النص. والجزء دوت اللي هو غسالة ايه، الغسالة النص. بس كده
تعالوا اوريكم كده كمان الرخام اللي احنا اخترناه، وان شاء الله كده هصور معاكم بكره باذن الله كده في بدايه الشغل، بدايه يعني الراجل ما يجي كده، الصنايعي ما يجي كده ويبدا الشغل كده، هوريكم كده ايه الرخام بتاعه، كمان هوريهولكم بعد ما يركب وكده. بصوا يا بنات، احنا طلعنا الغساله ديت كده عشان احنا مبدئيا ان احنا بدانا ان احنا نفضي المطبخ بتاعي، فطلعنا الغساله ديت اول حاجه هنا، وهنطلع بقى ايه غساله الاطباق الصغيره، وكمان الغساله الاوتوماتيك كله هنطلعه في الصاله كده. احنا فضينا الصاله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، خليت الكنبه الصغيره بس كده هنا ناحيه البوفيه، عشان خاطر لما جبنا الرخام. بصوا الرخام دوت جرانيت، اخترنا اللون ده بس. بص هو لما لسه عليه بتاع ده المكان القطيع والكلام ده، فعليه اللي هي البودرة البيضة دي، لكن هو لونه في الحقيقة حلو. ان شاء الله كده لما يركب ويتغسل هيكون شكله احلى، هيبان يعني جماله يعني وكده. بس احنا اخترنا الدرجة دي بس كده. مع صوت كده. ده يا بنات الرخام بعد ما ركب وخلص كده، ده شكله هوريكم كده كده على السريع، وبعدين هوريكم بالتفصيل. بصوا ده شكل كده الرخام بتاعي اللي احنا اخترناه، ده شكله ما شاء الله. بصوا هنا ديت اللي هي المستوى التاني فرق بين الرخامة اللي هي فيها الحوض والتانية مش كتير يعني، المسافة مش كبيرة، بس بصراحة شكلها حلو، وادتني كمان مساحة اكبر في الرخام، يعني خلت بقى عندي رخام اكتر يعني، غير لما احنا في الاول مثلا كنا محددين ان احنا هنعملها كان هيبقى اخرها هنا عشان خاطر موضوع الغسالة. فبعد كده اقترحنا ان احنا نعمل ايه مستوى تاني، اللي هو هنخلي الغسالة جوه، وكمان احنا نستفيد كده بالمساحة بتاعة الرخامة دي، لان هي المساحة مش صغيرة، المساحة ما شاء الله كبيرة، يعني شايفين كده المساحة حلوة. هنا اخدت الغسالة مرتاحة. بصوا شايفين شكل الغسالة هنا كده في فرق كبير، بس عشان خاطر الغسالة مرتفعة كده من ورا، عشان المفاتيح بتاعتها وكده ووصلت المية، فايه عشان الغسالة تدخل مرتاحة وتطلع مرتاحة، فلازم يكون المستوى دوت ايه بين الرخام وبين الغسالة، يكون المستوى كده كبير.
تمام كده. المساحه ما شاء الله حلوه، والغساله بتدخل وتطلع عادي مفيش اي مشكله. يعني منين ما عاوزه اغسل هطلعها اغسل وبعدين ارجعها مكانها. وادي ديت كده شكل الرخامه بتاعتي. حطيت هنا عليها، استغلتها بصراحه لان هي حلوه وعجباني. حطيت هنا مكنه القهوه، وحطيت هنا برضو الكنكه بتاعت القهوه وشو السكر، وحطيت هنا كمان دوت كده رف او ستاند يعني. بينفع ممكن احط عليه كوبايات، احط عليه برطمانات يعني. بس دوت ده كده شكل قرصته كده شكل سريع، عشان كنت حابه ان انا انجز يعني وكده. واكيد مع الوقت الواحد بيغير كل شويه بيغير. بس وهنا عملنا كده اللي هي الرخامه ديت اللي في الظهر، عشان تدي شكل اكتر. وفي نفس الوقت ما حبيناش ان احنا نعمل حاجه كده صغيره اللي هي وزره صغيره، لا حبينا الشكل ده كده اكتر يعني. وادي كده ديت الرخامه اللي فيها الحوض، برضو مساحتها حلوة زي ما وريتكم كده. حطيت هنا في اخر الرخامة حطيت الفرن زي ما كان. وهنا ادي كده الحلة بتاعتنا اللي احنا ركبناها. الحلة دي والله العظيم احنا جايبينها بقالها سنة عندنا، يعني بقالها فعلا سنة. لان احنا كنا هنعمل الرخام ده من سنة لورا وما حصلش نصيب يعني وكده، فركناها. فالحمد لله يعني كده ربنا راضي يعني وكده ان احنا نركبها في التوقيت ده. وحطينا هنا كده الحنفية. نزلنا كده الفلتر تحت، لان احنا كنا معلقينه في الحيطة من فوق. نزلناه تحت وطلعنا كده الحنفية بتاعته، بس عشان خاطر كان عامل بصراحة دوشة كده في الحيطة من فوق. وحطيت هنا كده الصفاية بتاعة الاطباق بتاعته، ورصيت فيها الاطباق بتاعتي اللي انا بستخدمها يوميا. بس كده ادي يا بنات الشكل كده. والرخامة كده اجيبها لكم كده من الاول. وكمان يا بنات عملت هنا حطينا الغسالة اللي هي الاوتوماتيك. عملنا طبعا جايمين كده، وحطينا الغسالة كده في النص. بصراحة مكانها هنا كده احلى واشيك يعني. بس كده فده الشكل كده شكل الرخام بتاعي. وهنا كده ديت المسافة كده اللي هي يعتبر تحت الحوض على طول، فيها الفلتر وفيها دي حتى كده صينية كده ركناها، يعني اللي هي صينية الأكل وكده، فركناها في الناحية دي. وهنا ديت الغسالة اللي هي بتاعت غسالة الأطباق كده. ده شكلها. هي الغسالة ديت صغيرة بس حلوة. وعملنا لها كمان احنا الغسالة ديت كنا حاطينها على ترابيزة. يعني في الأول كنا حاطينها على ترابيزة صغيرة، بس الصراحة كان شكلها مش حلو. كمان عملنا لها مكان كده بحيث ان هي يبقى المكان بتاعها دوت اللي هو مكان الغسالة، لان ما كانش ينفع تيجي في الناحية دي. اولا كانت هتبقى واطية، والمسافة بصوا زي ما انتم شايفين بينها وبين الارض، لا ما كانش هتنفع. المسافة دي ما كانش هتكفي. فاحنا عملنا لها المكان ده للغسالة نفسها. وكمان المكان ممكن استغله احط فيه حاجات، يعني لو انا حابه ان انا مثلا احط فيه منظفات اي حاجه مش بستخدمها بعيده عن ايدي، هخليها مثلا في العلبه دي. يكفي لها كده. بس انا قلت لا خساره، يعني هتبقى علبه حلوه ان انا استغل حتى لو حطيت فيها البلاستيكات بتاعتي، فهتبقى حلوه يعني. وده كده شكل الرخامه. وكمان ديت الرخامه اللي كانت عندي، اللي كنت حاطاها في الاول فوق، وكان عليها الاستيكر اللي هو الرخام اللي كان عندي. فشلناه وغسلناه وغسلنا الرخامة وحطيناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس ادي كده شكل الغسالة بتاعت مكانها بقى حلو بصراحة، وحسيت ان هي ظهرت اكتر، بقى شكلها احلى من الاول بكتير يعني. وادي يا بنات الفلتر بتاعي. بس ادي كده يا بنات شكل الرخامة كلها. بصوا الحيطة ديت اللي هو كان هنا الغرفة زي ما هي كده، وهنا كان الفلتر مكانه، حتى مكان الفتحات بتاعته. احنا لغينا موضوع الفلتر ان هو يبقى معلق يعني وكده، وحبينا ان احنا نخلي الحيطة تكون فاضية. بس الغرفة ديت انا مخلياها لسه عايزة مفارش يعني وكده، لسه هجيب لها مفارش عشان يكون شكلها احلى من كده يعني. بس وده كده شكل الحيطة عندي مساحتها كبيرة يعني، ما شاء الله حلوة يعني. بس انا يعتبر كده فضيت الحيطة ما فيهاش غير الرفوف بس. وادي كده يا بنات. وكمان كنت حاطة مطبقية، لغيت المطبقية منها. وادي كده اوريكم كده شكلها كده سريع. طبعا اتمنى لو عجبكم الفيديو بتاعي تحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، شجعوني كده باللايكات والكومنتات عشان كل يوم ننزل فيديو. وقولوا لي رايكم ايه في الرخامه بتاعتنا.
اللي احنا عملناها ديت حلوة، والفكرة ديت اللي هي المستوى التاني عجبتكم ولا حاجة كده؟ يعني ايه، حلوة ولا مش حلوة؟ يعني عايزة رأيكم يعني.